طبعا معظمنا شاف الفيديو هذا وانصدمنا لما شفنا لحظة سقوط المغامر اليمني القعقاع بن عنتر والشهير بسبايدر مان اليمن لما طاح في الفوهة البركاني في مشهد صادم لكل اللي شافه أو كل اللي كان موجود في المكان هذا. لو شفت الفيديو هتلاحظ أن الشخص هذا محترف ومسوي حركات أقوى من كذب كثير. السؤال هني كيف يطيح بالطريقة الغريبة هيك؟ هل الموضوع مجرد أن الصخرة اللي كان ماسك فيه طاحت من الأساس وطاح محي، ولا في حاجة ثانية صارت ومعظم الناس ما أخذت بالها مني وخلتها يطيح بالشكل الغريب اللي كنا شفناها؟ هني هنحكي القصة من أولها، بس لا تنسى تدعمنا بلايك، تشترك في القناة علشان نتشجع إن احنا ننزل فيديوهات أكثر. يعني في البداية علشان تكون فهم معي القصة لازم تعرف من هو القعقاع بن عنتر. بكل بساطة هو شاب يمني من محافظة الضالع عنده 30 سنة، واللي اشتهر بمغامراته الجريئة في إنه يتسلق الجبال والمرتفعات الصخرية والفوهات البركانية من غير ما يستخدم أدوات السلامة، معتمد بس على قلبه الجامد ولياقته البدنية. ممكن حد يقول الحين إنه هو السبب في اللي صار له هذا وإنه هو اللي ألقى بنفسه للتهلكة، بس يا صديقي عايزك ما تحكم من الحين وتكمل معي القصة، ونظرتك للقصة هتتغير تماما. على عكس كل المغامرين والمتسلقين اللي بنشوفهم على السوشيال ميديا، قعقاع ما كان زي الباقي وما كان زي ما انت فاكر بيدور على الشهرة والإدرينالين اللي بيطلع من المغامرات. كان بيدور على حاجة أبسط من كده بكثير، وهي لقمة العيش. لو ركزت ونظرت للحفرة أو الفوهة البركانية هتلاقي أسماء ناس كثيرة موجودة على الفوهة هي هو كتبها بإيده، وهذه بالضبط كانت شغلانة القعقاع كان بينزل ويكتب أسماء الناس الزوار اللي بيزوروا المكان هذا على فوهة حفرة بركانية بمقابل مادي بسيط يدوب يجيب له قوت يومي. وظل شغال في الشغلانة هذه لفترة كبيرة من الزمن لحد لما صار اللي صار يوم الجمعة 12 يونيو، وهو نازل يسوي حركات خطيرة كالمعتاد في حرض الدم البركانية. حرضة يعني فوهة بركانية، واللي موجودة في محافظة الضالع في اليمن، علشان يبهر الزوار اللي كلهم عينهم عليه، والتوتر اللي كان مايل المكان وكل الكاميرات اللي بتصور. في لحظة واحدة يرعب الناس من المنظر اللي شافوه بعد ما ايد القعقاع فلتت في غمضة عين ويختفي عن العيون في قاع الفوهة البركانية ويغيب عن الأنظار. وبعد ما الكل كان مبسوط ومنبهر تحول لمشهد خطير محزن جدا. بس خليني أوضح لك حاجة، الحربة هذه أو الفوهة البركانية فوهة بركانية خامدة، يعني مش زي ما أنت متوقع موجودة في حمم بركانية أو نار، ولكن جواها مية بيقولوا عليها مية كبريتية موجودة في القاع. طيب أنت الحين بتقول مع الفوهة هذه موجودة فيه مية، طب ما ممكن يعوم ويتسلق عادي، وخصوصا أن القعقاع سباح ماهر. الموضوع يعني المفروض أنه يكون سهل عليه، بس في الحقيقة الموضوع ما كان بالبساطة هذه. أولا الفوهة البركانية هذه على ارتفاع تقريبا أكثر من 90 متر، أنت متخيل؟ والمسافة هذه كبيرة جدا. ثانيا أن الفوهة هذه فيه مية، والمية هذه كبريتية ممكن تتعدى درجة حرارتها 60 درجة، وهذا غير أن حسب شهود عيان للواقع ناس أكدوا أن القعقاع طاح على راسه وظهره. تخيل لما جسمه ارتطم بصخور تحت على بعد المسافة هذه، حتى لو طاح على المية بشكل مباشر من الارتفاع هذا أكيد جسمه هيتضرر. الموضوع صعب جدا إنه ينجو منه، بس برضه ما عرفنا إيش اللي خلاه يفك إيده من الصخرة اللي كان ماسك فيه، وخصوصا إنه متسلق محترف. معظم الناس بيقولوا كان إن الصخرة اللي كان ماسك فيه انكسرت وهذا خلاه يطيح، خصوصا إنه كان ماسك بإيد واحدة بس. مؤخرا انتشر فيديو بيصور لحظة سقوطه من زاوية مختلفة. لو ركزت في الفيديو وعدته أكثر من مرة هتلاحظ إن في حاجة خرجت من الصخرة وتحركت وخلت القعقاع هو اللي يشيل ايده غصب عنه كرد فعل تلقائي. واغلب الناس بيقولوا ان هذه كانت افعى. القعقاع بالصدفه حط ايده على جحر الافعى هذه ولدغتها لدغه خلتها يرفع ايده غصب عنه كرد فعل تلقائي، بالاضافه انه ما كان لابس اي معدات سلامه. طبعا بعد اللي صار هذا الدنيا انقلبت، وفرق الشرطه والانقاذ حوطت المكان على امل انهم يلاقوا اي اثر لحياه القعقاع او حتى ينتشلوا جثمانه من الفوه. بس الموضوع كان اصعب من المتوقع بسبب عمق الحفرة والمية الكبريتية والغازات اللي كانت موجودة والظلام الشديد اللي كان موجود، وهذه كلها عوامل أكيد صعبت عملية الإنقاذ. أخيرا بعد جهود رهيبة استمرت لمدة يومين قدرت فرق الإنقاذ إنها تشوف جثة القعقاع، بس للأسف شافوا جثمانه وهو بيطفو على وجه الماء بعد يومين كاملين من سقوط. علشان يطلعوه تنتهي قصة أشهر مغامر في اليوم، وصارت له جنازة كبيرة جدا حضر فيه عدد كثير من الناس، أحبابه وجماهيره والناس اللي كانوا بيحبوا واللي كانت صدمة ليهم وللعالم كله. وفي النهاية ودي أقول لك إن أكيد غلط اللي كان القعقاع بيسوي، وربنا قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي النهاية مش هينفع نقول غير ربنا يرحمه ويصبر أهله ونتعلم إحنا من اللي صار. لو وصلت للدقيقة هذه أحب أشكرك جدا إنك كملت الفيديو، ولا تنسى تقول لي رأيك في التعليقات. كان مضطر إنه يشتغل الشغلانة الخطيرة هذه ولا كان في قدامنا طريق ثاني؟ والله وبس.